الرد النجمة ياسمين عبد العزيز بعد إهانتها من أحمد العوضي وتصريحاته الغريبة عنها في برنامج رامز جلال. وبعد عرض حلقة العوضي مع رامز جلال، النجمة ياسمين عبد العزيز صورة للإعلامي باسم يوسف هو ماسك بإيديه فشار بيتناوله ويبتسم بسخرية. يقوم البرنامج على فكرة إيهام الضيف بالمشاركة في حلقة من برنامج لاستكشاف المواهب العالمية أو العلمية، أحد البرامج اللي بيترأسها لجنة تحكيمها كل من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب الكرة السعودي محمد نور، على أن يكون الضيف هو الحكم الثالث في المسابقة. وبدأ مقلب رامز جلال بالتنفيذ حيث ظهر على شكل روبوت. بدأت الحلقة وقوع العوضي في فخ طبيب الروبوت، حيث استدرجه فريق عمل البرنامج ليفحصه الطبيب على سرير طبي مجهز ليتم ربطه، ويبدأ المقلب. يرفع ويخفض السرير استخدام الكهرباء لزيادة استفزازه، وكشف رامز عن هويته بعد إزالة الخوذة. استفز العوضي مجددا باستخدام عقرب قائلا عارف إن في جوازة بعد العيد، لك حتة بوتوكس كده بسيطة. وانتهى المقلب بوجود رامز داخل قفص حديدي. طرح على العوضي عدة أسئلة منها: هتتجوز بعد العيد كده عادي؟ ولسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ رد رامز مجددا. أحمد العوضي يمتنع عن الرد، حيث التزم العوضي بالصمت. كان أول سؤال لرامز: مين أقرب حد أو حداية يفرح فيك بعد المقلب ده؟ ولا وضحك العوضي. يرد رامز: احنا عارفين بس مش هنقول. أول الحلقة لم يذكر اسم ياسمين صريح، لكن في آخر المقلب ذكر اسم ياسمين بشكل مباشر. قالوا رامز جلال وقال له: انت لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ لم يرد العوضي، ورد رامز وقال انه ممتنع عن الإجابة. وفي بداية الحلقة قبل ظهور العوضي قال رامز جلال ان العوضي اتجوز نجمة وهي اللي هتجيب له الشهرة. بس والمتابعين راحوا جريوا على صفحة ياسمين، وهل هترد على اللي حصل ده؟ بالفعل ياسمين ردت. كان أول رد من الفنانة النجمة ياسمين عبد العزيز بعد إذاعة حلقة أحمد العوضي مع رامز جلال وإعلان خبر جوازه. فنان أحمد العوضي في أول أيام شهر رمضان وأول حلقة من برنامج رامز الجديد رامز إيلون مصر. مع بداية الحلقة حتى قبل ظهور أحمد العوضي قال رامز بالظبط إن العوضي لقى الناس مش مسعراه، قال لك اتجوز نجمة وهي اللي هتجيب ليا الشهرة. لوزة مقشرة، افتكرها ضعيفة مكسورة الجناح، يعرفش انها زي القطط ب7 أرواح. بس استغربوا واعربوا عن استيائهم ان ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي طلقوا خلاص، وعيب ان رامز يجيب سيرتهم وانفصل عن واحدة. الموضوع خلص، مش فيه داعي لكلام رامز ويجيب سيرة الفنانة ياسمين عبد العزيز. ده زي الصحفي والناقد خالد شاهين لما قال نشر بوست على صفحته وقال: في حاجة لم تعجبني مقدمة رامز جلال في حلقة أحمد العوضي، للأسف الضيف بيسمعش المقدمة أساسا، فاجئ بيها بعد عرض الحلقة. أعتقد إن أحمد العوضي مش مبسوط من المقدمة لأن ما كانش ليها لا أي لازمة تكون بالشكل ده. هل باقي الحلقة كان غير كده؟ بالعكس، سيرة ياسمين عبد العزيز فضلت مكملة معانا حتى آخر الحلقة. في الأول ما ذكرش اسم ياسمين بشكل مباشر، لكن في آخر الحلقة اتذكر اسم ياسمين عبد العزيز مباشر وصريح. لما سألوا رامز سأل أحمد العوضي وقال له بشكل صريح كده: انت لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ رد أحمد العوضي وقال له: صور، وامتنع عن الإجابة. هنا الناس انتظروا رد ياسمين عبد العزيز، وبالفعل ياسمين عبد العزيز ردت. ده لما نشرت صورة لباسم يوسف. اعتبروا الناس الصورة دي رد واضح وصريح على الحلقة. منهم اللي قال معناها ان قاعده فرج وفرحانه باللي بيحصل مع العوضي، خاصه ان اثناء الحلقه اعلن عن خبر جوازه وانه هيكون بعد شهر رمضان. قال رامز جلال انه عارف العروسه هي مين. علق الصحفي خالد الصواف وقال: خلاص كده اكدتوا ان القصه اتقفلت ومش تشتموني تاني، ان انا اللي مش عايزهم يرجعوا لبعض. ضمن تصريحات احمد العوضي انه كمان مش هيشتغل مع بيومي فؤاد تاني بعد مشاركته له في فيلم الاسكندراني، وده عشان بيومي فؤاد ماشي يقول ان الفيلم بطولته. قال الكلام ده لاحمد العوضي لا يرد. الكلام ده حصل. طلع بيومي فؤاد وقال ان الفيلم على اسمه اصلا، انه البطل الرئيسي في الفيلم. البوستر الاساسي في السعوديه اسم بيومي فؤاد، وانه اتصدر بوستر في اكتر من دوله عربيه ان احمد العوضي هو بطل فيلم الاسكندراني. قال بيومي فؤاد انه قال له هو داخل بيعمل الفيلم ان هو الاسكندراني وهو بطل الفيلم، وان الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة كان كاتب الفيلم على شخصية علي الاسكندراني اللي بيقوم ببطولتها الفنان بيومي فؤاد. أحمد العوضي هو بكر الاسكندراني ان بيومي فؤاد في الفيلم. أزمته الأخيرة مع الجمهور المصري من اسم بيومي فؤاد اتكتب هو بطل الفيلم. بيومي فؤاد انه عذر المنتج الفيلم عشان الموجة اللي كانت جاية عليه، كان الفيلم ما يخسرش، ما ينفعش صدروني في مصر بس صدروني في السعودية. ومن هنا طلع العوضي وقال الكلام ده كله غير صحيح. بيومي فؤاد شايف الكلام ده من وجهة نظره، ولكن الحقيقة والواقع يقول ان احمد العوضي هو بطل الفيلم. فيلم بطولة مطلقة لاحمد العوضي، الشخصية كلها شخصية محور الفيلم هي شخصية بكر الاسكندراني، الابن مش الاب علي الاسكندراني اللي عملها بيومي فؤاد. راع بكر الاسكندراني
مع ابوه وابن عمه، صراع مع اهل الحته اللي وافقوا على الجوازه. اضطر بكر الاسكندري الانتقام منهم كلهم. كان قدامه 5 صراعات. الكلام اللي بيقوله بيومي فؤاد من وجهه نظره هو، ورد احمد العوضي في احد اللقاءات: الكلام ده ما بيزعجنيش، حد تقابله في الشارع هيقول لك الاسكندراني هو احمد العوضي. قال احمد العوضي انه واضح ان بيومي فؤاد ارى دوره فقط، لم يقرا الفيلم كله، علشان كده شايف انه بطل الفيلم الرئيسي. ما فيش صراع بين احمد العوضي وبيومي فؤاد، لكن احمد العوضي انه ما عندوش اي عداء داخل الوسط الفني، انه لا يرضى باي ظلم او اهانات اثناء التصوير. اول تعليق من شقيق الفنانه ياسمين عبد العزيز بعد ظهور احمد العوضي كضيف للحلقه الاولى من برنامج رامز مصر في أول أيام رمضان. علق الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على ظهور أحمد العوضي كضيف في البرنامج. أحمد العوضي طليق شقيقته. كتب وائل عبد العزيز: بالحقوق بيردها مهما طال الزمن، اقعد انت واشرب قهوتك، اتفرج على حكمته وعدله. وائل عبد العزيز من ظهور رامز جلال مرتديا زي الربوط، مستعينا بصورة فنان الراحل سمير غانم من مسرحية أخويا هايص وأنا لايص، قائلا: حتى حاجة من الدنيا طب خد.